ايه يا عم السلكان ده كله؟ انت ماشي كده ومسلمها لله. والله ان اللقطة دي ولا ميسي ولا رونالدو يعملوها، ولا يجي لهم قلب يعملوها. انا بتكلم عن فخر العرب محمد صلاح. محمد صلاح اللي في ماتش اثيوبيا ربنا بيكرمنا وبيتحسب ضربتين جزاء، بيدخل يشوط الضربة الاولى وبيجيبها، ولما بتيجي الضربة التانية بتتحسب. محمد صلاح بياخد قرار من نفسه رغم ان هو رقم واحد في تنفيذ ضربات الجزاء، ان هيديها لحد تاني يشوطها. والحد ده كان عمر مرموش، اللي عارف ان الدنيا معاه مش احسن حاجة، بقالها فترة غايب عن التهديف ومستواه مش احسن حاجة مع نادي مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، وبيتحمل مسؤولية قراره وبيدخل يديها له عشان يشوطها ويفوق نفسه. والراجل فعلا بيجيبها، على الرغم ان محمد صلاح محتاج كل جون. ليه محتاج كل جون؟ لان هو باقي له 9 اهداف فقط ويبقى الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بيعدي ارقام مدربه كابتن حسام حسن. وكمان في تصفيات كاس العالم هو بينافس على الهداف، يعني لو كان شاط ضربة الجزاء التانية دي كان هيتساوى برصيد 8 اهداف مع لاعب الجابون. هو ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ هو ماشي بمبدأ تديني جنيه ربنا يديك 2 جنيه. طب وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عشان كده ربنا هيكرمك يا محمد يا صلاح. كفايه انك واثق ان موضوع الاجوان ده اخر حاجه تفكر فيه. انت عارف انك كده كده هتجيب، وفي اي وقت ممكن تجيب لانك راجل هداف. يا اخي انت بتعلمنا كل يوم حاجه جديدة. احنا يا اخي مهما قلنا عليك مش هنديك حقك. مبروك محمد صلاح ومبروك عمر مرموش الهدفين، وان شاء الله تديني جنيه ربنا يديك 2 جنيه يا صلاح. هتعدي. سلام.